خلاص بقى معاك شويه فلوس وحاسس ان الوقت ده كويس عشان تستثمر، عندك العقارات، الذهب، الدولار، وحاجات تانية كتير. بس تعالى اكلمك في العقارات. انا هكلمك النهارده عن اهم النصايح المفروض تعرفها قبل ما تبدا رحلتك في الاستثمار العقاري. اول حاجه لازم تحدد هدفك من الاستثمار ده. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز دخل شهري ثابت، ولا عايز تكسب زياده في سعر العقار مع مرور الوقت، ولا عايز الاثنين مع بعض؟ كل هدف من دول هيوديك لاختيار ايه هو نوع العقار اللي هتستثمر فيه فلوسك. تاني حاجه، قبل ما تشتري وحده لازم تذاكر المكان كويس. اعرف اسعار العقارات في المكان ده زادت بمعدل قد ايه اخر كام سنه. هل المنطقه دي فيها خدمات زي المستشفيات، المدارس، المولات التجاريه والنوادي؟ هل لسه في مشاريع هتتعمل في المكان ده؟ على فكره كل ده هيأثر على سعر العقار لو انت مش واخد بالك. تالت حاجه بقى، ابدا صغير معلش وتعالى على نفسك. You have to crawl before you can walk. يعني ابدا واحده واحده، مش لازم تبدا بعماره كامله او فيلا. انت ممكن تبدا بمكتب اداري او استوديو او نصيب في وحده. رابع حاجه بقى، عشان اكون صريحه معاك، العقارات محتاجه فلوس كتيره جدا. لسه في مصاريف صيانه وضرايب وتسجيل وتوثيق. لازم توفر من دخلك كتير عشان تقدر تشتري عقار. خامس واخر حاجه، لو انت مش عارف في السوق ده، استشير حد يكون عنده من الخبره الكافيه في العقارات او مستشار عقاري. خليه دايما معاك وابدا معاه صغير لحد ما يكون معاك اكتر من عقار ناجح، وهو ده اللي هيقلل لك عوامل الريسك.